رحلتنا في تصميم احسن بيت لمصر الجزء الرابع. طبعا بعد ما قررنا نبني على الصامت ظهرت لنا مشكله كبيره، وهي هنهوي الاوض ازاي؟ هنعمل الشبابيك فين؟ ما عندناش غير واجهه واحده. بس المشكله دي حلها بسيط، وهي اننا نهوي الاوض على الفناء. امال احنا عاملينه ليه؟ ده غير ان حركه الفناء دي هتخلي الاوض كلها بحري، وهي دي عبقريته. دي واخده شمال، دي واخده شمال صريح، دي واخده شمال. بص دي كده، الوحيده دي كده شرق. يعني راجعوا معايا كده، ده اتجاه البحر اهو، الهواء جاي من هنا، وادي الاوض 1 2 3، الريسبشن، اوضه المكتب، كله بحري او بحري شرقي. فانت الهواء جاي لك من كل حته. كمان احنا ما قفلناش الفناء من الاربع اتجاهات زي ما بيحصل في العادي، لا، احنا عملنا فيه فتحات علويه وفرغنا شويه في الكتل بحيث الهواء ما يتصدش يدخل لك البيت على طول. ما انا نسيت اقول لكم صحيح، احنا عاملين ارتفاع الاوض 4 متر، ده غير طبعا الملاقف اللي بنفكر نعملها فوق البيت. يعني الهواء هيتحرك. وعلى فكره الفتحات دي ممكن عادي جدا نقفلها في الشتاء، فولا كاننا عملنا حاجه. علشان عارف السؤال ده هيجيلي. كمان عملنا الحوائط الخارجيه كلها دبل علشان تعزل الحراره كويس جدا. انت قاعد في البيت مهما كان الجو بره برد او حر، انت جوه عندك تمام، مش حاسس باي حاجه. الحاجات البسيطه دي هتقلل درجه الحراره بشكل لا تتخيلوه، وهو ده اللي احنا عايزينه. وهنعرض لكم الحسابات بالظبط بعد المشروع ما يخلص. علشان كده لازم تستنوا الفيديوهات الجايه.